محمد هنيدي، محمد سعد، احمد حلمي، كل الجيل العظيم ده من الفنانين الكوميديين الكويسين جدا، للاسف هم حاليا منتهين الصلاحيه تماما يعني. فازاي يعيدوا احياء نفسهم؟ الموضوع خد بالك بسيط جدا يعني. رقم واحد، يتخلوا عن البطوله لان خلاص افلامهم بتنزل ما بتحققش نجاح. رقم اتنين، يحاولوا يعملوا بطولات جماعيه ويسندوا ناس تانية وناس تسندهم، فبالتالي هيحققوا نجاح. رقم ثلاثة بقى، احب اقول لك ان ده مش هيحصل خالص، لان هم عندهم الايجو عالي جدا لدرجة ان هم لا يا باشا، انا هنتحر فنيا، انا هنزل كل سنة او كل سنتين فيلم يفشل واقعد ادلل عليه والنبي يخشوا يشوفوه في السينما، محدش يخش في الاخر الفيلم يفشل. طب هنعيد التجربة تاني، ده لا لا لا، الفيلم ده حاجة تانية، انتوا لازم تخشوه، مش والفيلم يفشل برضه. مين الوحيد في الجيل ده اللي عارف يقف على رجله ويسند نفسه ويطبق فكرة ان انا يا جماعة انا مش النجم اللي بيكسب فلوس حاليا، انا لازم يكون معايا ناس تانية؟ هو احمد السقا. هروب اضطراري، نسل الاغراب، العتاولة.